السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة بقى هنعمل مع بعض الكسكسي. هنعمله بطريقة سهلة قوي قوي قوي. هنعمل الكسكسي في الكبة. الكسكسي في الكبة سهل جدا جدا جدا. دي حلة بقى، حلة البخار. انا بملاها يعني فيها ربعها مية. تمام، مش بحط فيها مية كتير عشان ما توصلش للحلة اللي فوق. وهحطها بالشكل ده كده، وهحطها بقى على البوتاجاز. هخليها تغلي، وهبدأ بقى اعمل معاكم الكسكسي. سهل جدا جدا وطريقته سهلة قوي قوي. ده كيلو دقيق، هنزل عليه بمعلقة بيكنج باودر كبيرة. تمام، وذرة ملح. وهبدأ بقى هجيب 200 جرام مية، 200 جرام بس. هبدأ بقى استخدم منهم، يعني انا مش ممكن ياخدوا منك الدقيق اللي معاكي، ممكن ياخد منك ال 200 جرام. وممكن وممكن تحتاجي شوية كمان، وممكن ما ياخدهمش كلهم. انا ما اخدهمش كلهم. هبدأ بقى اقلب ال 200 جرام مية على الدقيق، بس مش هستخدمهم كلهم. وهبدأ بقى احط ايه، بعد ما اخلصها تبقى زي عجينة كده، مش معجونة كويس، محتاجة لسه مية تاني. هشيلها بقى كده وهحط في الايه، في الكب. إيه، هنا طبعا حاطط نقطة المية ديت لان كنت حاسة ان هي محتاجة نقطة مية، يعني محتاجة للعجينة لسه ناشفة شوية. هبدأ بقى احط بالطريقة دي كده، وهركب الكبة واعمل فيها. طبعا لو الكبة بتاعتك كبيرة ممكن تحطي الخليط ده كله على مرتين. انا عشان الكبة عندي صغيرة فطبعا عملت على كذا مرة. بس هتعملي كده بقى وتبدأي تقلبي. طبعا الكبة لو كبيرة هتساعدك اكتر انك تسهل عليك الدنيا اكتر. انا طبعا عملت كله مرة واحدة، يعني ما بقيتش اعمل واحط في الحلة، لا. الكيلو دقيق عملته حطيته في صينية جنبي، ونزلته بقى مرة واحدة عشان يستوي كله تسوية واحدة. تمام. هنا بقى نزلته بالطريقة دي كده في الحلة. ما تقلقيش خالص خالص من الكلكعة ولا التكتلات دي ابدا، يعني ما تقلقيش خالص لان احنا لسه هنضربه مرة كمان. يعني احنا كده، انا كده ضربته مرة معاكم اهوت. تمام. دلوقتي بقى لما يستوي هوريكم شكله عامل ازاي. هيبقى مكلكع خالص خالص خالص، ما تقلقيش خالص خالص من الخطوة دي ابدا. يعني بصي، شايفة منظره كده، كده مكلكع وبايظ في نفسه خالص كده، ما تقلقيش ابدا. هشيله بقى تاني. المفروض انا هنا ما كنتش بعمل في الكبة، انا بعرفك بس ان احنا هنعمله كمان مرة في الكبة كمان. دي بقى نص كوباية لبن، نزلت عليها بالسمنة بقى. يعني بصي، يعني كيلو دقيق ممكن هيحتاج معاكي ربع كيلو سمنة، بس انا عشان مش بحب السمنة فيه كتير، يعني حطيت حوالي معلقتين كبار قوي او 3 معالق كبار. ونص كوباية لبن. ويفضل ان هي تكون سمنة بلدي. تمام. هقلب بقى كل الحاجات دي كويس. انا حطيت السمنة عشان هو سخن، فالسمنة هتسيح معاه دلوقتي. وهقلب كويس قوي كده لحد السمنة كلها ما تسيح فيه والدقيق يتخلط فيه كويس جدا. وابدأ بقى اضربه في الكبة كمان مرة، اللي هي تاني مرة. يبقى الكيلو الدقيق احتاجنا له نص كوباية لبن، والمفروض ربع كيلو سمنة. انا حطيت مع 3 معالق كبار بس. انا مش بحب فيه سمنة كتير. بس هنا بقى ضربته بالطريقة دي كده. شايفين عامل ازاي؟ تحفة تحفة، مش قادرة اقول لكم عامل ازاي. طبعا الحلة لسه معايا على البوتاجاز زي ما هي. انا ما طفيتش النار عليها ولا اي حاجة خالص، انا كنت بجهز كل الحاجات دي وموطيه عليها. هنزله تاني في الحلة، وهبدأ بقى اقلبه كده تقليبة كويسة. واسيبه بقى، اغطي عليه واسيبه بقى. مش قادرة اقول لكم بقى هيبقى عامل ازاي، هيستوي بقى خالص خالص. شايفين البخار؟ هنا بقى البخار كان طالع بقى من الحلة وانا بشيل الغطا اوريهولكم. ما كنتش عارفة اصوره. إيه، شايفين بقى شكله عامل ازاي؟ ولا في تكتلات ولا كلكعة ولا اي حاجة خالص. شكله تحفة تحفة. حاجة بقى نظيفة ومعمولة في البيت ومضمونة طبعا. جربوه ان شاء الله يعجبكم. وسهلة قوي. هنا بقى كنت بغرفه. ممكن بقى تقدميه بأي طريقة بقى انت تحبيها. لو حابة بقى تقدميه زي انا ما هقدمه كده، انا حاطه عليه سكر وبس وخلاص، ولبن بقى لو انا عايزه استخدم لبن معاه. انت بقى ممكن تحطي اللي انت عايزاه، عايزه تحطي مكسرات، عايزه تعملي زي انا ما عملت سكر ولبن بس. اي حاجه بقى. سهل جدا. ما تنسوش بقى تعملوه وتشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. شايفين؟ تحفة جدًا، جدًا، وسهل أوي، أوي، أوي. كسكسي من الحاجات السهلة أوي، أوي. لو عملتيه في الكبة هتحسي إن الموضوع سهل وبسيط جدًا، جدًا. يالّا بقى جربوه واعملوه. ما تنسوش تشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.